ايوه خلاص، ما احنا قلنا الفايبرز، فاكهه فايبرز والخضار فايبرز، ما كلهم فايبرز، بس ده فايبرز سيلولوز وماشي، انت مش هتهضميها. ودي فايبرز حاجات تانية بقى اللي هي بنسميها التكتنز. يعني دي فايبرز ودي فايبرز، بس انا بفهم حضرتك الفرق. يعني لما تيجوا تعربوها يبقوا ترجموها صح، يعني مش كلها الياف. يعني طبعا هنيجي عارفين الالياف، عارف طبق السلطه، ما هو ده الكلام اللي بيتقال في برنامج زعبوط. عايزين نزود الالياف للكولون، وحضرتك الكولون بالكاف، الكولون نحط ايه؟ نحط كمون وزعتر وبتاع، بس ابعدي عن الملح، عشان الملح خطر على الضغط، وما تاكليش مخلل. طبق السلطه كله الياف. ونزود الالوان، يعني زودوا الالوان في السلطه عشان الالياف تزيد وانت تزيد في التخلف. ايه المشكله يعني؟ محدش ياكل خضار، عيب. احنا بشوات هذا الكون. اكل خضار؟ النار مخلوقه عشاني اصلا. يعني النار. وعلى فكره بقى، اما ترجعوا لقصه ابني ادم اللي هم قدموا القرابين، واحد قدم شاه والتاني قدم بقل. قدم بقل، غالبا قدم فول، اللي هو الولد ده اللي راح قتل اخوه. قدم بقل. وارجعوا بقى في التفاسير، خلاص، عشان الناس كل ما واحد قاعد يقول لك بس مش هتكلم في الدين بقى. انا مش هتكلم في الدين. الخطوط الحمراء معروفه، الدين والسياسه ومرتضى منصور، محدش يتكلم في الثلاثه دول. اي حد تاني يتكلم فيه عادي. انا مش هتكلم في الثلاثه دول، محدش يجرجرني في الثلاثه دول. الدكتور مصطفى محمود كان بيقول ايه؟ بيتكلم، هو كان بيتكلم في الحلقه دي، الحلقه اسمها سيستر تري. سيستر تري، تمام؟ فكان بيقول ايه؟ بيتكلم ازاي ان الشمس بتوزع طاقه فبتهز الالكترون جوه البلاستيدات، اللي هو الخلايا النباتيه. فالكلوروفيل مع حركه الالكترون بيعمل فيكسيشن للكربون، الكربون اللي انت هتحرقه في الاخر طاقه. اسمع، ركز بس في الكلام ده. يعني بيقفش الالكترون، بيتنطط من طاقه الشمس، فوتو الكتريك. فوتو الكتريك، خلاص. فبيتحرك الالكترون، يكسب طاقه، يحرك، ياخد كربون دايوكسيد مع ميه ويطلع اكسجين وجزيء جلوكوز. جزيء الجلوكوز ده غالي جدا عند النبات، ولو زاد عشان الاوزمولاريتي يقوم مخزنه نشا ويعبيه في اللحاء ويكمل تصنيع جلوكوز عشان حضرتك بقى تستلمه. جزيء الجلوكوز بالنسبه للانسان هم علموك ان هو بتاع الطاقه. لا لا، هو مش اصلا اساس الطاقه غير لخليه واحده، خليه الدماغ، ومكون تاني اللي هو كرات الدم الحمراء. بس بقيت جسمك الحاجه و30 تريليون خليه دول شغالين على الاحماض الدهنيه والكيتون بوديز، بس دول مصادر الطاقه. هو بقى جسمك، انا هعلمك. الجلوكوز مش هينفعني. جسمك هعلمك النهارده جسمك اشتكى ليه اصلا. يعني انت لما رحت للدكتور عبد الحفيظ قلت له يا دكتور عبد الحفيظ انا تعبان وزهقت وقولوني وظهري، فانا قلت اجي اكشف عند دكتور الباطنه عشان يشوف لي يطلع لي انا ايه. فالدكتور اصلا قدامك قاعد كرشه قدامه كبير كده، وقولونه برضه تعبان، ومشاكله الزوجيه برضه كتيره زيه زيك بالظبط. هو الفرق ان انت جاي تكشف عنده، فاهم؟ ما هو الدكاتره الدكاتره بيموتوا زي ما احنا بنموت كلنا. يعني احنا كلنا بنموت يعني انا كنت وانا في الرعايه مات على ايدي، انا في رعايه به في التخصصي عين شمس التخصصي، مات على ايدي 4 5 اساتذه والله العظيم. وانا كنت نايب ومدرس مساعد ومدرس في نفس الرعايه وعمال الف، والدكاتره بتخش عندي بتموت، او يقولوا لي خش الحق الدكتور محمد البنا جوه الله يرحمه. الله، انا بطشي على الاستاذ بتاعي انا النهارده. فحضرتك الناس كلها بتموت قدامي بايه؟ بجلطات معالي الوزير. ما احنا بناكل الاكل اللي انتوا بتوصونا بيه يا معالي الوزير، وباخد نفس السبلمنت اللي حضرتك بتديها لي يا سعاده الرئيس. بتموتوا كده ليه كلكم؟ وبعدين واحنا بندرس الطب بقينا شايفين قدامنا السايكل. يعني انا كدكتور شايف مستقبلي ان انا هموت كده برضه. وانت هتموت ايه في الاخر؟
يعني هتموت يا سرطان، يا هتموت بجلطه، يا في دماغك، يا ذبحه في قلبك. ما هو انت نهايتك معروفه يا استاذ، ما انتش فقيك يعني. يقول لك ايه، وكل واحد كان يقول لك انا جدي عاش 90. طب جدك ما عادش معانا ليه؟ ما شفناهوش ليه جدك؟ ما هو جدك مات بجلطه، اما انت اتولدت مات بجلطه، شافك اتجلط بالجبنه القريش اللي كان بياكلها. يا ابني افهم، هو الزمان كانوا بيموتوا ازاي؟ يقول لك بص هو قعد يومين ثلاثه قاطع اكل وشرب ومات، جسمه رفض بقى، خلايا بتحتضر بتقول له خلاص يا استاذ عبد الصمد ده انت هتموت. فيقعد 3 4 ايام قاطع اكل وشرب. انت بقى لحد ما بتموت بتاكل وتشرب بس عيان. فهمت الفرق بين الاثنين؟ هو قاعد طول عمره بصحته، زي قبيله الطوارق اللي انا بقول لكم عليها، اللي جابت سيرتها برضه الدكتور مصطفى محمود، وجات مع احمد خالد توفيق في ما وراء الطبيعه. الناس بتقعد بال 120 سنه وياكل وجبه واحده في اليوم، ويشرب لبن المعيز كل فتره حسب السيزون، ويشربه محمض. يعني حتى لبن المعيز كان ليه كرايتيريا، وحتى الناس اللي بتستشهد ان النبي شرب اللبن كان ليه كرايتيريا. الموت مش بالمرض بالظبط، كلنا هنموت. هي الفكره بقى انت هتموت هنا ازاي؟ هتموت هنا ازاي؟ الموت الهدوء بقى، انت بتكامل صحتك بس جسمك رفض، جسمك بيرفض الاكل مرتين. مره مع المرض العارض هيرفض الاكل تماما، لان هو بقى دلوقتي عندك في بطنك او في جسمك في ميكروب هو بيحارب، او حاله التهاب هو بيهديه. في الحالتين دول جسمك هيرفض الاكل. عشان كده لما كان بيجي لي عيانين في العياده في زمان يقول لك ايه، البت اندر نارشت، هي شكلها رفيع كده وخسانه وعدمانه ومقتبه وعامله كده. امها اقول لها تمنع كذا وكذا، تقول لي هي اصلا ما بتاكلش. لا، هو اللي بيحصل ايه، هي كل 4 5 ايام بتاكل اكله غلط، فجسمها بيرفض، فيقطع عنها النفس 4 5 ايام، وترجع تاكل تاني نفس الاكله الزفت. ما بتاكل ايه؟ سلايس بيتزا مع شويه كولا. جسمها يعمل ايه؟ رفض القرف ده، هتبدا البت ترفض الاكل 4 5 ايام، ترجع تاكل تاني نفس القرف. عارف لو قابلت بقى الجوع ده او الحرمان ده بالاكل الصح اللي احنا قلنا عليه، خلاص يبقى القصه كانت انتهت. انت تكتم نفسك طول النهار، طول النهار والليل تكتم نفس حضرتك، وتيجي تفتحه على هوا ربنا كده، ولا تيجي تفتحه على انبوبه بوتاجاز. هو انت في الحالتين هتتنفس، في الحالتين هتتنفس. يوم ما اقترحت ان القصه من وراء الاكل، كان اقتراحي كده ازاي؟ دلوقتي من اكبر بني ادم واعلى واحد لاقل واحد عنده قولون عصبي، انتشار خمول الغده الدرقيه غير عادي، انتشار السكر النوع الثاني غير عادي. السكر النوع الاول بدل ما كنا بنشوفه واحد في الشارع، لا بقينا بنشوفه واحد في كل عيله. ده معنى كده ان في حاجه مشتركه بيننا كلنا حاجه مشتركه ما بيننا. يعني انا لو الصبح فكرت ان الميه اللي بتتوزع علينا فيها مشكله كنت تصدقني برضه، بس انا فكرت اعمق من كده، لان الميه كلير، طلعت نزلت كلير، هيبقى فيها ايه يعني؟ لكن موصلي لا، حاجه تانية بتخش اجسامنا كلنا، ومش في بلد واحده او في منطقه واحده، لا ده الموضوع منتشر على مستوى العالم.